هذا الشعب الذي لا يشبه أي شعب آخر، يا له من شعب يجمع بين الكرم والشهامة والقوة في آن واحد. كل من زار المغرب يشهد بأن الكرم هنا ليس مجرد عادة، بل هو جزء من الروح المغربية. يكفي أن تدخل بيتا مغربيا حتى تشعر أنك فرد من العائلة. يقدم لك الشاي بالنعناع بابتسامة عريضة، وتوضع أمامك أشهى الأطباق، ليس استعراضا بل بدافع فطري من حب الضيافة. والكرم المغربي لا يتوقف عند الطعام، ستجد الناس هنا مستعدين لمساعدتك في أي شيء، سواء كنت غريبا تبحث عن طريق أو محتاجا لدعم. وهذا ما يجعل المغرب بلدا تشعر فيه بالأمان والدفء الإنساني قبل أي شيء آخر. وقيل عن المغاربة أيضا إنهم رجال أشداء، وهذا ليس كلاما عابرا بل حقيقة شهد بها التاريخ. منذ العصور القديمة كان المغاربة حماة لبلادهم، صامدين أمام كل الغزوات التي حاولت أن تكسر عزيمتهم من الرومان إلى الاستعمار الحديث. في هذا الوثائقي سنغوص معا في أجمل الأماكن السياحية في المغرب، من جبالها المكسوة بالثلوج إلى صحاريها الذهبية، ومن مدنها القديمة التي تشهد على آلاف السنين من الحضارة إلى شواطئها الدافئة. ولكن قبل أن نبدأ رحلتنا، دعني أشاركك بعض الحقائق الممتعة عن هذا البلد الساحر والمليء بالمفاجآت. يمتد المغرب كلوحة فنية رسمتها الجغرافيا بدقة وإبداع. المغرب ليس كأي بلد، موقعه الجغرافي يجعله نقطة التقاء بين إفريقيا وأوروبا، بين المحيط الأطلسي غربا والبحر الأبيض المتوسط شمالا. يحده من الشرق الجزائر، ومن الجنوب موريطانيا، ومن الغرب يهمس له المحيط بسلامه الأزلي. تبلغ مساحة المغرب حوالي 710,850 كيلومترا مربعا، ما يجعله واحدا من أكبر الدول في شمال إفريقيا. فقط للمقارنة، إن نظرت إلى جاره تونس فستجد مساحتها لا تتجاوز 164 ألف كيلومتر مربع، أي أن المغرب يفوقها بأكثر من 4 مرات. أما البرتغال التي تبدو قريبة منه عبر الضفة الأخرى فتبلغ مساحتها نحو 92 ألف كيلومتر مربع فقط، أي أن المغرب أكبر منها بقرابة 8 مرات. بل حتى إذا نظرنا إلى بعض دول آسيا مثل كوريا الجنوبية ذات الاقتصاد القوي، نجد أنها تبلغ نحو 100 ألف كيلومتر مربع فقط. وهذا يعكس مدى اتساع رقعة المغرب وتنوع تضاريسه ومناخه. أما عدد السكان فقد تجاوز في السنوات الأخيرة 38 مليون نسمة، مما يجعله من أكثر الدول الإفريقية سكانا. فمثلا إسبانيا جاره الأوروبي، والتي يبلغ عدد سكانها قرابة 48 مليون نسمة، أو مع دولة تونس المجاورة التي يقطنها حوالي 12 مليون نسمة. ورغم الفروقات السكانية، إلا أن ما يميز المغرب فعلا هو تنوع مجتمعه بين الأمازيغ والعرب، بين ساكني الجبال وساكني الصحراء، بين أهل المدن القديمة والقرى البسيطة. تنوع يعكس عمق التاريخ وتعدد الهويات التي شكلت هذا البلد العريق. الموقع الجغرافي للمغرب ليس فقط مهما من الناحية الجغرافية، بل هو أيضا بوابة استراتيجية بين العالمين العربي والإفريقي وأوروبا. ميناء طنجة المتوسط مثلا يعد من أكبر الموانئ في إفريقيا ومن بين الأكبر في حوض المتوسط، وهذا دليل على الأهمية التي يلعبها المغرب في حركة التجارة العالمية.
تخيل معي الآن أنك مهاجر جديد تطأ قدماك أرض المغرب لأول مرة. تشم رائحة النعناع من أكواب الشاي التي يقدمها الناس ببسمة دافئة. تسمع كلمات ترحيب حتى قبل أن تسأل عن الطريق. الحياة هنا لا تسير بسرعة المدن الكبرى في أوروبا، لكنها تمضي بإيقاع دافئ هادئ فيه شيء من الطمأنينة والسكينة. المغاربة شعب يعرف كيف يفتح قلبه للغريب. ستجد من يساعدك حتى دون أن تطلب، سواء كنت في السوق أو تحاول فهم ورقة رسمية في إدارة أو حتى تبحث عن سكن. كرم الضيافة ليس مجرد تقليد، بل هو نمط حياة. ستحس بأنك في بيتك حتى لو كنت بعيدا آلاف الكيلومترات عن وطنك الأصلي. ولا تقلق كثيرا بشأن التفرقة العنصرية، فهي نادرة جدا في المجتمع المغربي. الناس هنا معتادون على المهاجرين من إفريقيا، جنوب الصحراء، من سوريا، من أوروبا، ومن كل مكان. البعض جاء يطلب العلم، والبعض الآخر يبحث عن عمل أو فرصة حياة جديدة. الجميع يتعايش، يضحك، ويأكل في المطاعم نفسها، ويمشي في الشوارع نفسها. لكن دعني أكون صادقا، الاندماج في المجتمع المغربي يحتاج لبعض الوقت والصبر. اللغة قد تكون أول الحواجز، خاصة إن لم تكن تتقن العربية الدارجة أو الفرنسية اللتين تستخدمان في أغلب التعاملات اليومية. لكن لا تقلق، مع قليل من الانفتاح والاحتكاك ستجد نفسك تلتقط الكلمات والعبارات بسرعة، لأن الناس هنا لا يبخلون بالشرح أو التوضيح. ستمر بأيام تشعر فيها بالغربة، هذا طبيعي، لكن ستأتي أيام أخرى تشعر فيها وكأنك في وطنك الثاني. تشرب الشاي مع جارك، تأكل الكسكس مع زملائك في العمل، وتشارك الضحك مع أطفال الحي. تصور أنك تسير في قلب المغرب، تسمع أصوات الناس في الأسواق والشوارع. أول ما يلفت انتباهك هو الموسيقى اللغوية الفريدة التي تملأ المكان. ستسمع الدارجة المغربية تتدفق من أفواه الناس بسرعة ومرونة. هي لغة الشارع والحياة اليومية، خليط ساحر من العربية والأمازيغية والفرنسية، حتى أنك قد تسمع كلمات إسبانية أحيانا في الشمال. بينما في المدارس والإعلام ستجد العربية الفصحى، تلك اللغة الرصينة التي تعكس الجذور العميقة للثقافة المغربية. لكن ما يدهشك أكثر هو حضور اللغة الفرنسية. ستراها على لافتات المحلات، في الوثائق الرسمية، وفي تعاملات البنوك والإدارات. الفرنسية هنا ليست لغة أجنبية تماما، بل جزء من الحياة اليومية، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط. أما الإنجليزية فهي الضيف الجديد الذي بدأ يطرق الأبواب بقوة. تسمعه بين الشباب، في الجامعات الخاصة، وفي عالم السياحة والأعمال الحديثة، لكنها ما زالت بعيدة عن الانتشار الواسع مثل الفرنسية. ستشعر أن هذا التنوع اللغوي يمنح المغرب روحا خاصة، كأنك تعيش بين عوالم مختلفة في وقت واحد. يمكنك أن تبدأ حديثك بالدارجة مع بائع في السوق، ثم تنتقل إلى الفرنسية مع موظف في البنك، وربما تنهي يومك بلقاء شاب مغربي يحدثك بالإنجليزية بطلاقة عن أحلامه في السفر والعمل. هذا المزيج يجعل الحياة هنا تجربة ثقافية غنية، وكأنك تتجول في متحف حي للغات والتاريخ. مدينة الرباط، نعم، العاصمة الهادئة التي لا تصرخ كما تفعل المدن الكبرى، بل تهمس إليك بهدوء الملوك، وتدعوك لأن تكتشفها على مهل، كمن يقرأ كتابا ثمينا
صفحة صفحة. الرباط ليست كباقي العواصم، فهي مدينة تختبئ فيها السياسة خلف جدران من الأناقة، وتتعانق فيها أروقة السلطة مع عبق التاريخ. موقعها فريد من نوعه، تمتد على ضفاف نهر أبي رقراق، وتطل بكل فخر على المحيط الأطلسي، كأنها تراقب الأفق منذ قرون، لا تنام ولا تتعب. هل تعلم أن هذه المدينة أسسها الموحدون في القرن 12، وأنها كانت في يوم من الأيام قاعدة للجهاد البحري ضد القوى الأوروبية؟ لكن الرباط اليوم لا تحمل السيوف، بل تحتضن الثقافة والفن والدبلوماسية، فهي عاصمة سياسية، نعم، لكنك لن تشعر بالضجيج المعتاد لعواصم العالم. هنا البرلمان المغربي يقف بهدوء وسط المدينة، والوزارات تتوزع بشكل متوازن، لا فوضى، لا ازدحام خانق، فقط نظام وهدوء يليق بمدينة اختارت أن تكون راقية في كل شيء. أنت الآن تمشي معي في قلب الرباط، ولنبدأ من صومعة حسان، ذاك البرج الحجري الضخم الذي صمد لقرون، رغم أن المسجد الذي كان يفترض أن يرافقه لم يكتمل قط. هذه الصومعة ليست مجرد بناء، بل رمز للهوية المغربية ورمز للصبر والقوة. بجانبها ستجد ضريح محمد الخامس، تحفة معمارية مهيبة يرقد فيها الملك الراحل محمد الخامس وولداه الحسن الثاني والأمير عبد الله، في هدوء يشبه هيبة التاريخ. لكن الرباط ليست فقط تاريخا، فهي أيضا مدينة المستقبل. في المدينة العتيقة، حيث الأزقة الضيقة والأسواق التي تعبق بروائح الجلد والتوابل والمصنوعات اليدوية، ثم فجأة ننتقل إلى قلب الحداثة في أكدال أو السويسي، حيث المقاهي الراقية والجامعات والمباني الأنيقة. الرباط تتغير من شارع لآخر، لكنها لا تفقد هويتها أبدا. لا تنسى قصبة الأداية، حيث الزمن توقف قليلا، أبواب زرقاء، حيطان بيضاء، وممرات تشبه الحلم. ومن أعلى القصبة تنظر إلى نهر أبي رقراق، وهو يعانق مدينة سلا على الضفة الأخرى، كأنهما عاشقان افترقا جسديا، لكنهما متصلان بالنظر. الرباط ليست مدينة تمر بها، بل مدينة تعيشها، تشرب من هدوئها، وتتنفس من أناقتها، وتشعر فيها أنك لست غريبا، حتى وإن كنت تزورها لأول مرة. إنها أشبه بسيدة نبيلة، لا ترفع صوتها، لكنها تأسر القلوب بنظرتها، وصدقني، إن زرتها مرة سترغب في العودة إليها مرارا. مدينة شفشاون. تخيل معي أنك تصعد طريقا جبليا يلتف وسط غابات الزيتون وأشجار الصنوبر، والهواء يصبح أنقى مع كل خطوة، حتى تلمح من بعيد لونا أزرق يكسو الجبال. هنا أنت تقترب من شفشاون، جوهرة الشمال المغربي، المدينة الزرقاء التي تأسر القلب قبل العين. شفشاون تقع في أحضان سلسلة جبال الريف شمال غرب المغرب، على بعد حوالي 120 كيلومترا من طنجة، وقريبة من البحر الأبيض المتوسط. عدد سكانها لا يتجاوز 45 ألف نسمة، لكنها تستقبل سنويا آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، الذين يأتون بحثا عن هدوئها وسحر أزقتها. وأنت تدخلها تشعر وكأنك دخلت لوحة فنية، كل شيء أزرق، الجدران، الأبواب، النوافذ، وحتى الأدراج. الأزرق هنا ليس مجرد لون، بل قصة تراثية يقال إنها جاءت من اليهود الأندلسيين الذين استقروا في المدينة في القرن ال15، وجعلوا هذا اللون رمزا للصفاء والسكينة. أحب أن آخذك معي في جولة وسط المدينة العتيقة، حيث الأزقة الضيقة الملتوية
والمحال الصغيرة التي تبيع الصناعات التقليدية، من الزرابي، السجاد، الملونة، إلى الفخار المزخرف، وحتى جبن الماعز الذي تشتهر به المنطقة. لا تنسى أيضا زيارة ساحة وطاء الحمام، قلب المدينة النابض، حيث المقاهي التقليدية والمطاعم التي تقدم أشهى الأطباق المحلية مثل الطاجين والكسكس. وإذا رفعت نظرك قليلا سترى قصبة شفشاون، حصن تاريخي يعود للقرن ال15 بجدرانه الحمراء التي تبرز وسط اللون الأزرق المحيط بها. ومن فوق أسوارها يمكنك أن ترى المدينة بأكملها تمتد كالبحر الأزرق في قلب الجبال. أما محبو الطبيعة فلهم موعد مع شلالات رأس الماء، حيث ينساب الماء البارد من أعالي الجبال في مشهد يبعث على الصفاء. هناك ستسمع خرير الماء يختلط بصوت العصافير، وكأنك في عالم بعيد عن ضوضاء المدن. شفشاون ليست مجرد مدينة، هي حالة شعورية، مكان يجعلك تتنفس بعمق وتترك خلفك كل ما يثقل قلبك. ستشعر وكأن الأزرق يغسل روحك قبل عينيك، وعندما تغادرها ستبقى صورتها محفورة في ذاكرتك تنتظرك لتعود. مدينة الدار البيضاء. تخيل معي أنك واقف على شاطئ المحيط الأطلسي، والهواء الرطب يلامس وجهك، وصوت الأمواج يمتزج بضجيج المدينة. هنا أنت في قلب الدار البيضاء، أو كما يسميها أهلها كازا. هذه ليست مدينة عادية، بل أكبر مدن المغرب، وعاصمته الاقتصادية النابضة بالحركة. الدار البيضاء تقع في الوسط الغربي للمملكة على الساحل الأطلسي، وتبعد عن العاصمة الرباط حوالي 95 كيلومترا فقط. عدد سكانها يتجاوز 4 ملايين نسمة، مما يجعلها المدينة الأكثر اكتظاظا في البلاد. هي مدينة لا تنام، كل شيء فيها يتحرك: الشوارع، الأسواق، الميناء، وحتى المقاهي تبقى ساهرة حتى وقت متأخر. وأنت تسير في قلبها لا يمكنك أن تنسى زيارة مسجد الحسن الثاني، تحفة معمارية فريدة تطل مباشرة على المحيط. مئذنته التي ترتفع حوالي 220 مترا هي الأعلى في العالم، وعندما تسمع الأذان يتردد فوق البحر تشعر وكأن الصوت يطير بعيدا نحو الأفق. لكن دعني آخذك أيضا إلى كورنيش عين الذئاب، المكان الذي يهرب إليه أهل كازا في المساء. هنا ترى العائلات تمشي على طول البحر، والشباب يمارسون الرياضة، والمطاعم تقدم أشهى المأكولات البحرية. ومن هناك لو رغبت يمكنك أن تستكشف المدينة القديمة، حيث الأزقة الضيقة والبيوت البيضاء القديمة التي تحمل عبق التاريخ. الدار البيضاء ليست فقط مكانا للعمل أو التجارة، هي مزيج بين الحداثة والتاريخ. فيها ناطحات سحاب ومراكز تسوق ضخمة، وفيها أيضا أسواق شعبية وروح مغربية أصيلة. هي مدينة الفرص، لكنها أيضا مدينة التحديات. إيقاعها سريع ولا تنتظر أحدا. إذا أحببت الحركة والحياة الصاخبة ستعشقها، أما إذا كنت تبحث عن الهدوء فقد تجد نفسك تشتاق لصخبها بعد مغادرتها، وكأنها تقول لك: أنا لست للجميع، لكن إن أحببتني فلن تنساني أبدا. منتزه تامدا بمدينة زاوية الشيخ. تخيل معي أنك في قلب الأطلس المتوسط، حيث الجبال تحيط بك من كل جانب، والهواء نقي لدرجة أنك تشعر أنه يملأ صدرك بالحياة. هنا ستجد منتزه عين تامدا الوطني،
جوهرة طبيعية تقع قرب مدينة زاوية الشيخ، وهي مدينة صغيرة هادئة تابعة لإقليم بني ملال، ويبلغ عدد سكانها حوالي 35,000 نسمة. هذا المنتزه ليس مجرد مكان للنزهة، بل لوحة طبيعية ساحرة تمتد وسط غابات أشجار الزيتون، وتزينه ينابيع مياه عذبة تتدفق من قلب المكان. عين تمدا هي ينبوع ماء صاف وبارد يتلألأ تحت أشعة الشمس وكأنه مرآة تعكس السماء. المياه هنا ليست فقط للشرب أو الري، بل هي روح المكان، تمنح الحياة لكل ما يحيط بها، من الأشجار الكثيفة إلى الحشائش المترامية، وحتى الطيور المهاجرة التي تتوقف هنا في رحلاتها الطويلة. وأنت تتجول بين ممراته ستسمع زقزقة الطيور تتناغم مع خرير المياه، وتشم رائحة الأعشاب البرية التي تعبق في الأجواء. ستجد أيضا أماكن مخصصة للجلوس على ضفاف المجرى المائي، حيث يمكنك الاسترخاء والاستماع للطبيعة وهي تحكي قصتها. وما يميز المنطقة أكثر هو هدوءها. هنا لا ضجيج سيارات ولا صخب مدينة، فقط أنت والطبيعة. وفي فصل الربيع يتحول المكان إلى بساط أخضر تتناثر عليه الزهور الملونة، أما في الخريف فالأشجار تكتسي بألوان برتقالية وصفراء، وكأنك تشاهد مشهدا من فيلم سينمائي. في فصل الصيف يتحول هذا المنتزه إلى نقطة جذب ساحرة، حيث تنتعش ضفاف مجرى العين بالحياة. ستجد مقاهي بسيطة لكنها دافئة، مبنية من الخشب، وكراسيها موزعة تحت ظلال الأشجار، حتى تشعر أنك جالس في حضن الطبيعة. هذه المقاهي تقدم الشاي المغربي المنعنع، والقهوة التي تعبق رائحتها في الأجواء، وأحيانا أطباق محلية مثل الطاجين أو المشاوي. وفي الأيام الحارة يصبح المكان مكتظا بالزوار، بعضهم يأتون من مدن مغربية، وآخرون من خارج المغرب ينجذبون بسحر المكان بعدما يسمعون عنه من المسافرين. الأصوات تختلط، ضحكات العائلات، وصوت الأطفال وهم يلعبون قرب الماء، وصوت خرير العين الذي لا يتوقف. تخيل نفسك جالسا على أحد هذه الطاولات، كوب الشاي أمامك، والهواء العليل يمر بين أوراق الأشجار، والماء الرقراق على بعد خطوات منك. الجو هنا يجعلك تنسى الوقت، فربما تجلس ساعة، وربما تمضي يوما كاملا دون أن تشعر. مدينة أكادير. تخيل معي أنك تسير على شاطئ يمتد بلا نهاية، تحت شمس دافئة تعانق زرقة السماء والمحيط. هناك، حيث يلتقي الجمال الطبيعي بالهدوء النفسي، تجد نفسك في مدينة اسمها أكادير. أكادير ليست مجرد مدينة في المغرب، بل هي ملاذ للراحة، وجهة من يهرب من صخب المدن الكبرى بحثا عن دفء الشمس وصفاء البحر. تقع هذه المدينة على الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، مطلة على المحيط الأطلسي، وتحديدا على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة الرباط، وقرابة 250 كيلومترا من مراكش. موقعها الجغرافي منحها طقسا فريدا، فحتى في عز الشتاء تظل الشمس سيدة الموقف، والجو معتدل كأنها مدينة لا تعرف القسوة. لكن دعني أحكي لك القصة من بدايتها. أكادير كانت في الماضي مدينة صغيرة للصيادين، تعيش بهدوء على خيرات البحر. ثم جاء زلزال عام 1960، ذاك الزلزال العنيف الذي دمرها بالكامل تقريبا. لكن وهنا تكمن العبرة، لم تستسلم المدينة، بل نهضت من تحت الركام كما تنهض العنقاء من رمادها
وشيدت من جديد بطريقة حديثة لتصبح اليوم واحدة من أجمل المدن المغربية وأكثرها تنظيما. وأنت تتجول في شوارع أكادير ستلاحظ شيئا مختلفا. لا وجود للمدينة القديمة كما في فاس أو مراكش. هنا كل شيء حديث ومنظم، الأرصفة عريضة، الشوارع مستقيمة، والمباني تشبه نسقا أوروبيا أنيقا، وهذا ما يجعلها مفضلة لكثير من الزوار الأجانب، خاصة من فرنسا وألمانيا، الذين تجدهم في كل ركن وكأنهم جزء من نسيج المدينة. لنمشي قليلا نحو كورنيش أكادير. هل تسمع صوت الأمواج؟ هل ترى تلك المسارات المخصصة للمشي وركوب الدراجات؟ هذا المكان يعد القلب النابض للمدينة. هنا يجتمع الناس صباحا لممارسة الرياضة، ومساء لمراقبة غروب الشمس، كأنهم يشهدون على لحظة سحرية لا تتكرر. وعلى مقربة من الكورنيش هناك فنادق فاخرة ومقاه ومطاعم تقدم أطيب الأكلات البحرية، من أسماك مشوية إلى طاجين الأرز بالروبيان. ولا يمكن أن نكون في أكادير دون أن نصعد معا إلى قصبة أكادير أوفلا، تلك القلعة التاريخية التي تطل على المدينة من فوق تلة عالية. من هناك سترى أكادير كلها تحت قدميك: البحر، الكورنيش، الميناء، والجبال المحيطة. وهناك نقش على جدار القصبة لا يزال ثابتا منذ الزلزال. إن حكمت الأقدار بأن تدمر أكادير، فإن إرادة الإنسان قد شاءت أن تبعث من جديد. هذه العبارة تلخص روح المدينة تماما. ولا تنسى أن أكادير ليست فقط بحرا وشمسا، بل هي بوابة إلى الثقافة الأمازيغية. معظم سكانها من الأمازيغ، ويعتزون بلغتهم وهويتهم. لذلك ستجد الأسواق مليئة بالصناعات اليدوية، من الزرابي السجاد إلى الفخار والمجوهرات الفضية، كل قطعة تحكي قصة من عمق الأطلس الكبير. أكادير ليست فقط مدينة جميلة، بل هي تجربة هادئة، ناعمة، بعيدة عن الضجيج. تشعر فيها أنك قريب من الطبيعة وقريب من نفسك أيضا. فإن كنت تبحث عن مكان تسترخي فيه، تنسى فيه الوقت، وتتأمل الحياة من زاوية مختلفة، فلا تتردد، أكادير في انتظارك.